لم يكن يوم أحمد شعشوع عامل النظافة من بلدية بريان في ولاية غرداية كغيره من الأيام العادية، ففي العادة كل الأكياس التي يقوم بجمعها تحتوي على قمامة ونفايات، لكن صباح ذات يوم من الأسبوع تفاجأ بأن أحدها يحتوي على مبلغ من المال. وأي مبلغ؟ نتحدث هنا عن نصف مليار سنتيم. قد تتغلب غريزة الطمع على الكثيرين أمام هذا المبلغ، لكن هذا العامل البسيط الفقير قاوم وسويس الشيطان وقرر أن يعود المال لصاحبه، فتحول بذلك إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي. نخدم انا وصاحبي رفدنا حاشاكم حاجه قدركم بوباله كبيره، رفدناها ديشارجيناها، ورحت انا شفت ساشي من بعيد كما نقولوا بعيده على بوباله، خبطها بكراعي كماك طارت منها الموزيطه. كي طارت منها الموزيطه حليتها لقيت فيها مبلغ من المال، رفدتها ديريكت بعتها في عبوني. راني نخدم انا وصحابي ما حلبتهمش كاع ما قلتلكمش انا لقيت مبلغ من المال. روح كملنا الخدمه، لحقت للدار، شفت الامانه ذي، خلعت مبلغ كبير من الدراهم. الفيسبوك كان وسيلة أحمد للإعلان عن عثوره على المال، وساعات قليلة بعد منشوره تلقى اتصالاً هاتفياً: نعم مرحبا بك يا نعم، ايه امانه، ايه مبلغ من المال، من شخص يقطن بولاية مسيلة، وتأكد أنه صاحب المبلغ الضائع. يا خويا مرحبا بك، هذه هي امانتك، راه واجده خويا، مرحبا بك في اي وقت.